النهارده احنا في منطقة تعتبر أول مكان بدأ فيه ترند البرجر على الفحم. النهارده احنا في حدائق القبة. من أول ما بدأت أسمع عن البرجر على الفحم وعربيات البرجر، منطقة حدائق القبة دايما كانت موجودة، فرحت أجرب واحد من أشهر الأماكن هناك وأول الأماكن اللي عملت الموضوع ده، وهو حمزاوي. أنا كنت فاكرها في الأول عربية برجر، بس لما رحت اكتشفت إن هو محل أصلا وبيعمل برجر على الفحم وفرايد تشيكن وحاجات تانية كتير. فشفت المنيو أول حاجة، والأسعار يا جماعة غريبة بالنسبة للوقت اللي احنا فيه ده. البرجر بيبقى 210 جرام، وكل السندوتشات بينزل معاها كبش البطاطس كده، والاسعار زي ما انتم شايفين. وطبعا عشان العربيه قدام المحل فبتشوف كل حاجه بعينك وهي بتتعمل، فعرفت اصور شويه. فقبل ما نبدا بس ندوق، عاوزكم تكتبوا لي الاول ايه اشهر عربيه برجر في منطقتكم، عشان لو حبيت اكرر التجربه تاني. بدات اول حاجه بالاوريجينال بيف، وده سندوتش بسيط، قطعه برجر 210 جرام وعليها صوص باربيكيو وصوص تيستي وشويه خس وطماطم. وطلبت السندوتش ده عشان احس الاول بتتبيله اللحمه اللي على الفحم باقل اضافات ممكنه. وسعر السندوتش ده كان 70 جنيه. بصوا حجم اللحمه حلو في السندوتش، في اي قطمه بتاكلها بتحس انك بتاكل برجر مش اضافات. ده كان عاجبني، تتبيله اللحمه حلوه، وطعم الحاجه اللي بتتعمل على الفحم عامه بيبقى ليها طعم مختلف شويه عن الجريل العادي. بالنسبه للبطاطس فكميتها كويسه، وطعم البهارات اللي عليها حلو. انا بحب البطاطس الملحمه شويه دي، مش الرفيعه، يعني بتشبع اكتر. البهارات ممكن تكون بهارات تقليديه شويه ومتعود عليها بس شغاله. تاني حاجه جربتها سندوتش باسم المكان حمزاوي بيف، وده بيبقى عباره عن شريحه البرجر 210 جرام برضو، محشيه جبنه بقى من جوه وبيكن موتزاريلا ستيكس وشويه صوصات بقى، يعني عندك باربيكيو، بيك تيستي، صوص جبنه، خس وطماطم، واكيد بينزل معاها البطاطس. الفكره انك بتزود 15 جنيه بس، يعني الساندوتش بيبقى ب 85 جنيه. بتحس الساندوتش تقيل جدا معاك، يعني حاجات كتير على بعض. فمن ناحيه هتشبع فانت هتشبع، وهتعيش في كميه صوصات ولغوصه كتير كده وانت بتاكل، فاكيد لازم جلافزات. هو بس هنا مش هتحس بتتبيله اللحمه قوي زي اول ساندوتش. هتاكل برجر وكل حاجه، بس وسط كل الصوصات دي والاضافات طعم البرجر بيتوه شويه. فلو كنت جعان فده فعلا هيسد معاك جدا، خصوصا كمان مع البطاطس. لكن لو بتحب تحس بطعم الحاجه زي حالاتي فالاوريجينال هيبقى افضل. ندخل بعد كده على سندوتشات الفراخ. اول سندوتش فراخ مشروم لاند تشيكن، وده من اسمه بيبقى برجر فراخ عليه مشروم وصوص تيستي وصوص رانش. برجر الفراخ محشي جبنه برضه وتتبيلته هاديه، بس انا بحب اكتر الفرايد تشيكن عن فكره الفراخ المفرومه. لكن فكره السندوتش مع المشروم لذيذه. فجربت سندوتش من الفرايد تشيكن اسمه تشيكن تركي، ده من السندوتشات التقيله اللي اصلا ما بتعرفش تمسكها. قطعتين فراخ ستريبس، موتزاريلا ستيكس وتركي، مايونيز بقى شيدر، باربيكيو، تشكيله صوصات بتخليك مش شايف العيش اصلا. جربت الفراخ لوحدها بقى، هي نظيفه جدا من جوه وتتبيله هاديه برضه، فعجبتني كفراخ. والفكره اني بس مش عارف يعني امسك السندوتش منين، فقعدت اكل في الفراخ نفسها بقى مع البطاطس. والساندوتش ده لازم برضو اكيد معاه جلوفز، عشان فيه كميه لغوصه فيه رهيبه. وسعر الكائن الضخم ده كان 70 جنيه بس. فهو فيه ايه بقى؟ اخر حاجه كانت الحواشي، ده حواشي جبنه وسعره 45 جنيه. هو مش من الحاجات اللي شفتها هناك بتطلب كتير، يعني حجم العيش البلدي العادي. حواشي كان حراق، وفي ناس كتير ما بتحبش تاكله غير كده. حاسس بس لو حجم العيش كبر شويه هيبقى افضل ومش هيكلف كتير، عشان كمان الرغيف يمسك نفسه شويه عن كده. فهو حواشي بسيط ما فيهوش افتكاسات كتير، وطعم الفحم باين فيه. لو هرتب بقى اللي حبيته هناك في الاكل، هيبقى الاوريجينال بيف اكيد، بعديه التشيكن تركي، وبعديه حمزاوي بيف، ومشروم لاند تشيكن، واخر حاجه الحواوشي. لو هديكم خلاصه للمكان نفسه، فهو مكان شبابي شويه، حتى احنا خدنا الاكل وكلنا على شنطه العربيه. فلو معاك عيله او زوجتك، يا اما تعمل زي حالاتي كده، يا اما تروح الفرع التاني اللي في مدينه نصر، قعدته اروق قدام الحديقه الدوليه. قبل ما انهي الفيديو حابب بس اقول ان حدائق القبه من المناطق اللي قضيت فيها وقت كتير جدا في فتره الكليه بتاعتي. قهوه سلطانه بقى، وعم يحيى بتاع الكبده، وكشري الزعيم، وغباشي ده واحد صاحبي. فما تنسوش تكتبوا لي ايه اشهر عربيه برجر في المنطقه عندكم. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وفولو على فيسبوك وفولو على الانستجرام. شكرا جدا ليكم. سلام.